هل سبق أن لاحظت تلك الكلمات المميزة التي تخرج من فمه عندما يبدأ الحب الحقيقي بالتجذر في قلبه؟ هناك فرق واضح بين الانجذاب السطحي والارتباط العاطفي العميق. الرجل العادي الذي يوزع المجاملات قد يثير الاهتمام، لكن الشريك الذي يحب بصدق يتحدث بلغة مختلفة تماما، لغة تشير إلى الالتزام والشراكة والارتباط الحقيقي. ربما أنت الآن تشعر بالحيرة، هل هذه مشاعر حقيقية أم أنني مجرد خيار مريح؟ ابق معي لأننا سنكشف الآن 5 أنماط كلام واضحة تظهر عند وجود مشاعر عميقة. ستفهم كيف تكشف الكلمات عن المشاعر الحقيقية، وما إذا كانت علاقتك تتجه نحو ارتباط قوي أم نحو خيبة أمل. هل أنت مستعد لتستبدل الحيرة بالوضوح حول نواياه الحقيقية؟ لنبدأ العلامة الأولى، كيف تشعر؟ قد تبدو هذه الجملة بسيطة، لكن انتبه جيدا. الاهتمام الحقيقي يعني الاهتمام بعالمك الداخلي وليس فقط بالمظاهر. هو يريد بصدق أن يفهم حالتك العاطفية. تظهر أسئلته بشكل طبيعي: هل أنت بخير؟ هل هناك ما يزعجك؟ بماذا تفكر؟ الشريك المخلص يرى نفسه ملاذك العاطفي. اهتمامه ليس مجرد فضول، بل يعكس رعاية حقيقية. رفاهيتك تصبح مرتبطة برفاهيته، حزنك يدفعه للمساعدة، وفرحك يجعله يريد معرفة سببه. هذا السلوك ينبع من غريزة الحماية. الارتباط العميق يفعل دور الحامي عاطفيا قبل أي شيء آخر. هذا السؤال البسيط ليس مجاملة عابرة، بل علامة على التزام عاطفي دائم. وعندما يتوقف عن السؤال عن مشاعرك فغالبا لم تعد جزءا ثابتا من خططه. العلامة الثانية، لماذا تشعر هكذا هنا؟ ندخل إلى مستوى أعمق الحب الحقيقي. لا يتوقف عند السؤال السطحي، هو يتعمق أكثر، لأن فهمك مهم بالنسبة له. هذا يعكس الفضول والتعاطف والارتباط الحقيقي. هو يشارك بفعالية وليس مجرد مستمع. حزنك وفرحك ومخاوفك وما يلهمك، كل ذلك يجذب انتباهه. معظم الناس لا يدخلون هذا المستوى إلا إذا كانوا متعلقين بصدق. هذا يتجاوز الحديث العادي. نحن نتحدث عن الانفتاح العاطفي. عندما يحاول شخص أن يفهمك بعمق فهو يبني شيئا طويل الأمد. هو لا يلعب بل يستثمر بجدية. عندما يسألك ما الذي أزعجك أو لماذا أسعدك، هذا اعلم أن هذا مهم. هو يعبر عن الحب من خلال الفهم. العلامة الثالثة، ماذا تريد؟ هذا السؤال له وزن كبير. الحب يحول التخمين إلى اهتمام واع، لأن سعادتك تصبح أولوية لديه. ستسمع عبارات مثل: ماذا تفضل؟ ماذا تحب أن نفعل؟ كيف يمكنني دعمك؟ قد تعتقد أن لا يجب أن يقرر بنفسه، لكن الحقيقة أن الشريك المحب يريد بناء السعادة معك. هذا ليس ضعفا بل اهتماما حقيقي. تفضيلاتك تؤثر على قراراته وأحلامك تشكل اختياراته. عندما يسألك ماذا تريد فهو يظهر استعداده لتلبية احتياجاتك، وهذا هو الحب الحقيقي. العلامة الرابعة، أحب قضاء الوقت معك. ركز ليس فقط على الجملة بل على تكرارها ومشاعره الصادقة. الارتباط العميق يجعل الوقت معك امتيازا وليس واجبا. هو يشتاق لوجودك ليس فقط جسديا بل لروحك وضحوكك وطاقتك الخاصة. قد يقول: وجودي معك رائع، أنت تجعل كل لحظة مميزة، وجودك يمنحني راحة. هذا ليس مجرد كلام لطيف بل ارتباط حقيقي. الرجل يبني تعلقه من خلال الوقت المشترك. إذا كان يسعى لوجودك دائما في كل الأوقات وليس فقط في لحظات معينة فهنا تنمو مشاعر عميقة. أما الأعذار المستمرة والغياب المفاجئ فهذه إشارات مقلقة. الحب الحقيقي يخلق حضورا دائما، وعندما تتطابق كلماته مع أفعاله فأنت أمام شخص يراك شريك حياة. العلامة الخامسة، كيف كان يومك؟ جملة بسيطة لكنها عميقة جدا. سؤاله اليومي عن تفاصيل حياتك يعني أنه يصنع لك مكانا في عقله وقلبه. هذا السؤال يقول: أنا أهتم بعالمك الخاص وأريد أن أكون جزءا منه. أنت مهمة لديه حتى عندما لا تكونان معا. هذا السؤال هو اهتمام وتأكيد ودعوة للتقارب. تكراره يعني أنه يدمجك في حياته بشكل حقيقي، وهذا هو الحب الناضج والصادق. وهناك حقيقة مهمة: عندما يحب الرجل بعمق هناك شعور واحد يريدك أن تشعري به. الأمان، ليس فقط الأمان الجسدي بل العاطفي والنفسي والروحي. يريدك أن تشعري بالراحة الكافية لتكوني على طبيعتك، لتبكي، لتضحكي، لتكوني مختلفة، لتظهري ضعفك، لتكوني أنت بالكامل. إذا شعرت بالأمان معه فهذا يعمق مشاعره أكثر، لأن الحب ينمو في الثقة والانفتاح. إذا كان شريكك يمنحك هذا الأمان ويظهر هذه العلامات فأنت غالبا أمام شخص يحبك بصدق. وإذا ما زلت محتارة راقبي كلماته، لكن الأهم اشعري بطاقته، لأن الحب الحقيقي لا يمكن إخفاؤه. كلماته تكشفه، أفعاله تثبته، وقلبك يشعر به. تذكري دائما أنت تستحقين من يتحدث لغة الحب هذه بصدق ووضوح. وإذا لم تجدي هذه العلامات فلا تقلقي،
فهذا لا يعني أن هناك خطأ بك، بل يعني فقط أنك لم تلتقي بعد بالشخص المناسب. الحب الحقيقي لا يربكك ولا يجعلك تشك في قيمتك، بل يمنحك طمأنينة تشعرك بالسلام حتى في أبسط اللحظات. الشخص الصحيح لن يجعلك وتتساءلين عن مكانتك في حياته، لن يتركك في دائرة من الغموض، بل سيكون واضحا ثابتا وصادقا معك، لأن الحب الحقيقي لا يحتاج إلى تفسير دائم، بل يشعر به. تذكر من يحبك بصدق لن يجعلك تركضين خلفه، بل سيقترب منك بخطوات ثابتة، سيختارك كل يوم دون تردد، وسيظهر لك من خلال كلماته وأفعاله أنك لست خيارا بل أولوية. فلا تقبلي أبدا بأقل مما تستحقين، ولا تبرري البرود بالإعجاب ولا الغياب بالمشاعر، لأن الحقيقة بسيطة: من يريدك سيبقى، ومن لا يريدك سيجد ألف عذر للرحيل. وفي النهاية استمعي إلى حدسك، فهو نادرا ما يخطئ، وقلبك سيعرف الفرق بين من يحبك حقا ومن يمر فقط. واختاري نفسك دائما قبل أي شخص آخر، لأنك عندما تعرفين قيمتك لن تقبلي أبدا بحب ناقص، بل ستنتظرين الحب الذي يشبهك، العميق الصادق والحقيقي.